بذكركم مستمعينا أي حدا بهمه يتواصل معنا وأكيد يسأل عن طاقته، يسأل عن حياته، خاصة بما يتعلق بتاريخ ميلاده، باسمه، يسأل شربل على الرقم. تتواصلوا 0178 13 13. أكيد جاهز لأنه يخبركم، واستغنوا الفرصة يعني اليوم استغنوها. شربل، هل يوجد أرقام روحانية، أرقام معجزة يعني؟ ما صحيح، في عنا 11 رقم 11 يعني بس نجمع الأرقام نحن بيجي رقم 11. عنا رقم 22 كمان تاريخ الميلاد، الشهر والسنة مجموع واليوم. الأرقام مجموع هولي؟ الأرقام بيجي 22، أو مجموع الأرقام بيجي 33 يلي هو الماستر. 33 مجموع الأرقام هو من أقوى شو الأرقام. بيكون؟ هيدا بيكون الماستر، هيدا بيكون القيادة، هيدا بيكون الملهم، هيدا اللي بيكون منفتح له أشياء. أوف، إيه؟ مغيب السما يعني بيقولوا له مفتح له. مظبوط. يعني شيء سريع البديهة، عنده قدرة كتير كبيرة على التحمل، بيتحمل الرقم كتير. 33 يعني مجموع أي مجموع اسمه مع تاريخ ميلاده بيطلعوا هيك لا، 33 ولا تاريخ لا؟ ميلاده. تاريخ ميلاده صحيح، النهار والشهر 33. والسنة. أما عندك ال11 بيجي ملهم، بيجي حلال المشاكل، اه بيسمع كتير أكتر ما يعني طاقته عنده بيمتص غضب. اها ايه، اوكي. بيعبي كتير. وال 22 شو ال بيعمل؟ 22 بين الاثنين بيجي فنان، بيجي شاعر، بيجي بيجي قيادي كمان. بيجي عنده إلمام بالفاشن فنان. صحيح، عنده إلمام بالفاشن وبالرسم. مهم. اللي 33 هل بيكون الحدس عنده كتير قوي؟ يعني sometimes في كل الناس عندهم حاسة سادسة لكن متفاوتة. مظبوط، مزبوط. هو 33 عنده قدرات عالية جدا للتحليل المواقع، الاشياء اللي بيمرق فيها. عنده قدرات عالية، بيقدر يحلل لك، يقول لك انه هيدي الشغلة اذا عملتيها هيك بتوصلي لهون، اذا عملتي هيك بتوصلي لهون، وعلى طول تحليله صائب. عنده كمان المحللين السياسية اللي بنشوفهم، اللي اكثر شيء لامعين، هن رقمهم 33. حلو. نعم. في عنا دول عديدة بتعتبر في عندها أرقام معينة بتعتبرها أرقام منا منيحة، أرقام نحس. نحس. صحيح. مثلا في أرقام مشؤومة مثل اليابان عندها رقم 9 مشؤوم، بإيطاليا عندها رقم 17، وبالصين عندها رقم 4، ويمكن بلبنان 13 ما بعرف. عنا بلبنان، ايه، عنا بعض العالم بلبنان بيعتبروا رقم رقم 13 هو رقم 13 هيك الشعب. ايه، هيك بنعرف. مزبوط. ولكن هو بعلم الارقام نحن رقم 13، اذا نحن في بمجموعنا رقم 13 ما بننصح ياخد ولا اي مبادرة برقم 13. يعني ب 13 شهر انا ما بنصح حدا يمضي ورقة، ب 13 شهر ما بنصح حدا أوف. يعمل عملية تجميل، ب 13 شهر ما بنصح حدا يروح لعند حكيم الاسنان، ب 13 شهر ما بنصح حدا يعمل عمليات مصيرية، شراء بيت، شراء عقار، شراء سيارة، كل شيء. لهالدرجة؟ صحيح، طب أنا كل شيء. خلقاني برقم 13. شو تحب تقلي؟ بنجمعهم بنجمعهم بنلاقي رقم تاني، بنشغل شوي الأرقام، بترجع اوكي. رقم نحس يعني بصير خلقتيه خير انا. عليك وبطل نحس. منيحة. اوكي. ورقم التسعة رقم التسعة هو مثل ما يعني حكينا كيابان، يعني دولة اليابان مثلا. نهاية لا، البدايات. هن بده يكون صاير عندهم شيء بحدث، حدث حدث. بتاريخ تسعة، اوكي. مشان هيك أخذوه إنه انه رقم تسعة. منه منيح. مزبوط. أو إذا كان مستقبل الحدث اللي إجا عندهم تاريخ تسعة بسنة الفقر، يعني سنة الفقر اللي إجت فيها الكورونا وهزت العالم كله سوا. 2019 صحيح. 2020 2020. هي كانت سنة الفقر. اها. هيدي بيكون صايرة معهم، أخذوا رقم تسعة. أنا ما عندي فكرة، أنا اوكي. ماني كتير مطلع على مطلع على هذا البلاي. الموضوع، ولكن رقم تسعة هو أعظم الأرقام. هو نهاية انا بحب رقم نهاية 9 صراحة. المشاكل والأشياء اللي صحيح. تعبت لنا راسنا، بداية أشياء جديدة. كتير من 100%. رقم تسعة. 100% على فكرة، وأنا رقم 13 بحبه، يعني ما بحسه رقم منه منيح. كتير بيعني لي في كتير عالم بتحب رقم صراحة. 13. في كتير عالم عندها إياه بورت بونر. صحيح. 100%. 100%. شربل، في عنا حكيت عم تحكي كنت على السوشيال ميديا، على التيك توك أو على الفيسبوك، حكيت عن شيء خسارة الوزن وارتباطه، كنت عم تابعك هونيك، ارتباطه بمجموع الأرقام لمواليدنا. كيف هي؟ صحيح. حللنا إياها يعني شوي. عنا بالأرقام، هي بس نجمع
تاريخ الميلاد بنوصل لمحل. إذا وصلنا لرقم 1، هالإنسان هو مجموع أرقامه رقم 1. رقم 1 هو شخص ناري، عطول بضل مندفع، عطول بضل